رفع مسؤول النادي الأهلي شعار لا للبيع بشأن نجم خط الوسط إمام عاشور في ظل تزايد التقارير عن اهتمام عدة أندية خليجية خاصة من السعودية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير إعلامية أن نادي نيوم السعودي من أبرز المهتمين بضم اللاعب بعد الأداء اللافت الذي قدمه الموسم الماضي بقميص الأهلي. لكن مصدر داخل القلعة الحمراء أكد أن الإدارة ترفض مناقشة أي عروض حالياً نظراً للحاجة الفنية الماسة لخدمات اللاعب الذي يعد من العناصر الأساسية للفريق. وأوضح المصدر أن إمام عاشور لعب دوراً محورياً في تتويج الأهلي بلقب الدوري كما توج بلقب هداف البطولة، وهو ما يجعل مسألة الاستغناء عنه في الوقت الراهن غير واردة على الإطلاق. وفي سياق متصل بدأ عاشور تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة قبل أن يحصل على راحة مؤقتة ويبدأ بعدها مرحلة التأهيل. حصل النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية على خدمات بديل وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني، في ظل ارتباط مهاجم الفريق ببعض العروض الخارجية القوية من الناحية المالية. استقر النادي الأهلي على خطوة تكثيف المفاوضات مع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر لحسم الصفقة في الساعات المقبلة. وجاء تحرك النادي الأهلي لتكثيف المفاوضات في صفقة أسامة فيصل، وذلك بعد تأكد القلعة الحمراء من تحرك نادي الزمالك لمحاولة تعديل مسار الصفقة. ويسعى النادي الأهلي لحسم صفقة أسامة فيصل في الساعات المقبلة بعد أن نال اللاعب إشادة جهاز الكرة في القلعة الحمراء. ويشارك أسامة فيصل بشكل قوي مع فريق البنك الأهلي، كما يعتبر هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر في بعض الفترات تحت قيادة العميد حسام حسن. ويؤدي أسامة فيصل بشكل مميز من الناحية الفنية، حيث يؤدي بطريقة مميزة في مركز المهاجم الصريح في ظل امتلاكه القوة البدنية. ويعتبر أسامة فيصل من العناصر الأساسية مع المنتخب الأولمبي، حيث ظهر بشكل مميز في فترة أولمبياد باريس. ويبحث النادي الأهلي عن توفير بديل مميز للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي خلال منافسات الموسم الجديد، وذلك بعد ارتباط اسم اللاعب ببعض العروض الخارجية من أمريكا وألمانيا وقطر. ويراهن النادي الأهلي على حسم صفقة أسامة فيصل في ظل تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليجعل القلعة الحمراء تتسرع في عملية حسم المفاوضات مع أسامة فيصل من أجل توفير بديل مميز للمهاجم السلوفيني نيجيك راديشار خلال منافسات الموسم الجديد حال بيع وسام أبو علي. علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وحضور جمهور القلعة الحمراء خلال مباريات دور المجموعات. ونشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو العديد من الصور للنادي الأهلي وجمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام. وقال جياني إنفانتينو على حسابه الرسمي على إنستغرام: لقد أسعدتمونا جميعاً في كأس العالم للأندية، وقد استمتعت بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة. نحن في انتظار المرة القادمة بفارغ الصبر. وكشف مصدر من الإفريقي لرمية تماس: لا توجد مفاوضات رسمية بين الأهلي والإفريقي للحصول على خدمات علي يوسف. وأفاد: اللاعب عقده ساري مع الإفريقي ولا يفكر في الرحيل، كل ما في الأمر أن النادي تأخر عن دفع 3 دفعات من راتبه، وهذه المشكلة تم حلها وحصل اللاعب على مستحقاته. ويمتد عقد علي يوسف مع الإفريقي حتى صيف 2026. انضم للفريق عام 2024 قادما من أهلي بنغازي الليبي، وشارك المدافع البالغ 24 عاما في 27 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف
دون صناعة أي أهداف. تواصل محمود الخطيب رئيس الأهلي مع عز الدين يشار رئيس فاركو من أجل حسم انتقال ياسين مرعي لصفوف الأهلي في الموسم المقبل. وحسبما علمنا فإن الأهلي قدم عرضاً بقيمة 30 مليون جنيه لضم المدافع الشاب، ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد، فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معاراً ومصطفى العش بشكل نهائي من زد. ويمتلك الأهلي أيضاً كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع. ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإمارات.